لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية باي فصدقني فايتك كتير قوي يا صديقي. في الجزء اللي فات من الحكاية شفنا باي لما كان بيستفز الشيطانة، وبعد كده راح لأخته الشغل وقال لها يلا ما تيجي افسحك، بس ساعتها بقى بتقول له تفسحني؟ روح يلا اهبل، يلا ذاكر ولا اتدرب شوية، يمكن تتقبل في المدرسة السنة اللي جاية، مين عارف يمكن تبقى زي البطل اللي بنسمع عنه. فالواد بقى ساعتها بيحس بالزعل وبيقول ياه لو تعرفي بس ان انا البطل ده. وبعد كده بقى بنشوف البطلة ستار اللي بتكون بتراقبه، وساعتها بتعرض عليه ينضم للمنظمة، بس هو قال لها انا عايز ادخل اكاديمية الابطال من تاني، عايز اثبت نفسي قدام الكل. فبتقول له عادي تقدر تنضم لينا وفي نفس الوقت تكون في الاكاديمية، بس خلي بالك علشان نخليك في الاتنين مع بعض هتكون ملزم الزام اجباري انك تشارك في المهام الخطيرة. باي بقى عمل ايه بعد كده؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي، بس الاول اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وارزع بقى اللايك الجميل للفيديو ويلا بينا نكمل يا صديقي. وبعد ما المعلم باي خلص كلام مع ستار بتدخل عليه اخته وبتقول له بتكلم مين يا حبيبي؟ فقال لها دي منظمه سريه كده محتاجيني معاهم وعايزيني احمي المدينه من الشر والاشرار، وبعتولي مكافاه بدايه الخدمه كمان. انت تعرفي من النهارده مش هتحتاجي تتعبي نفسك في الشغل من تاني، ده احنا كمان ممكن ناخد بيت جديد. فبتقول له يبقى نروح نتعشى في مطعم بقى. فبيفرح الواد جامد وبيروح مع اخته بياكلوا بقى وبيشتري لها وبيوديها البيت جديد نضيف وواسع. وبعد كده بقى بيدخل يستحمى وبيطلع بعدها علشان بيتدرب بجد كل ساعة وكل يوم. وبعد كده بقى بيدخل لوعيه وبيتكلم مع الشيطانة وبيقول لها أنا مستعد دلوقتي علشان أواجه الخصوم. فبتقول له تمام، وبتخرج بقى الدكتور جين وبيبدأ القتال. بس المرة دي بنلاحظ تطور باي الجبار، حرفيا الواد شغال فرق ودعك ومش راحم الدكتور خالص، بيخلص عليه بكل سهولة. وبعد كده بقى بيفتكر كلام معلمتهم زمان ايام ما كان لسه صغير، وبيقول يا ترى هكون واحد منهم في يوم من الايام. في كتير من الابطال بقدرات مختلفة وعشوائية، بس يا ترى انا هكون واحد منهم. وبيتخيل نفسه كأقوى بطل مستخدم لسحر الرعد. وبعد كده بقى بيفوق وبيطلب من الشيطانة تمنحه قدرة الرعد، فبتقول له لا. فبيقول لها بالله عليك يا ساندي، وعادي يعني يا صديقي اسمها ساندي عادي يعني. المهم وما علينا، حديثهم بيخلص على كده. وتاني يوم بقى باي بيروح يركب القطر علشان ينضم لمنظمة الأبطال، واخته بتودعه وبتقول له خلي بالك من نفسك. فبيقول لها تمام ما تقلقيش عليا، وبيركب القطر. والمهم بقى صديقي وفي مكان تاني بنشوف باحث في منطقة ضبابية بيدور على حاجة وبيستخدم كشاف يدوي، بس الظاهر بقى ان هو وصاحبه مش معرفين حد باللي بيعملوه ده. وصاحبه بقى بيقول له هو احنا كده هنكون بخير؟ فقال له اسكت يالا انا متوتر اصلا. بس فجأة بقى بيسمعوا صوت مرعب، صوت جاي عليهم بسرعة كبيرة، وفي ثانية واحدة بس بيمسك واحد فيهم وبيقول له ارجوك انقذني، وبيطير من المكان. وساعتها بقى بيستخبى في المبنى هنا، وقبل ما يتصل بالشرطة بيشوف بنت ماشية في الشارع فبيروح يحذرها، ولكن الصدمة بقى ان هي بتطلع مسخ متحول بتقضي عليه بطريقة وحشية، والرعب والذعر بقى ملوا أرجاء المكان. وفي نفس الوقت المعلم باي كان في القطر وبيفكر في الوقت اللي فاضل علشان يوصل، بس القطر بقى بيقف فجأة كده وتفتكر ده العادي، لا غلطان، ده حتى ان الاطفال بيختل توازنها وبتقع، محدش فاهم ايه اللي حصل. بس المعلم باي بقى بسرعة بيعرف ان اكيد في وحش في المنطقة وحاول يطمنهم علشان ما يخافوش. بس تفتكر بقى ان هم هيسمعوا لكلامه؟ لا والله، المعلمين بقى بيطلعوا التليفونات علشان يبلغوا عن العطل اللي حصل ده، بس للأسف مفيش شبكة في المكان. ده حتى باي لما بيتأكد بيطلع معاه نفس النتيجة. وبعد كده بقى واحد من الركاب بيبص من الشباك وبيقول لأمه إنه شايف جسم عملاق قدامه، فبتقول له اسكت ياض ما تهزرش، ما تهزقناش وسط الركاب. وبعد كده بقى باي بيروح يسأل الموظفة ايه اللي بيحصل، فبتقول له بعد اذنك ارجع لكرسيك واحنا هنتكفل بحل الموضوع ده. فقال لها انا مش شخص عادي، انا بطل من منظمة الأبطال. فقالت له خلاص الموضوع ده هنتكلم عنه في مكان تاني. بعد كده بقى بتطلع لهم البت دي وبتقول لهم ان هي عندها قوة خارقة وممكن تساعد هي كمان. فقالت لها تمام. وبعد كده بقى بتاخدهم لغرفة القيادة وبتقول للرجالة افتحوا جبت لكم بطلين خارقين. فالظباط بقى بلهفة كده بيسألوا عن مستواهم، فبيوروا لهم
وهنا بقى بيبان على الرجاله الصدمه. ما هو ده الطبيعي، الاتنين اللي المفروض هينقذوهم في المستوى الاول، فبيقولوا لهم خلاص ارجعوا، مش هينفع تتكفلوا بالمهمه دي، ارجعوا واحنا هنستنى الدعم. فقال له باي يمكن ما يبانش عليا، بس انا اضمن لك اني هخلص عليهم ايا كانوا، وبعدين انت ما عندكش خيار تاني غير انك تثق فينا. وانا مش عارف اذا كانت زميلتي دي قويه او لا، بس انا لوحدي كفايه يا باشا. فالراجل التاني بقى بيقول له يا عم ما تعقدهاش، خليهم يحلوا الموضوع، هم احسن خيار متاح في وقتنا الحالي. وبعد كده بقى بيقفوا، وباي بيحاول يقنع البت ان هي ترجع، ولكنها بتقول له ما تعملش عليا معلم، انت لسه في المستوى الاول زيي. فقال لها خلاص بطلي الكلام ده وانزلي ورايا بالراحه. وبعد كده بقى بيروح معاهم واحد من الامن، وبيقولوا لمضيفة الطيارة احنا هنمشي دلوقتي وما تفتحيش الباب لأي حد أيا كان، حتى لو كان أمك اللي بتخبط، صدقيني الوحوش دي مفترسة، إياكي ثم إياكي تفتحي الباب. فقالت له عيب عليك، خلاص مش هفتح لحد غيركوا بس. وبعد كده بقى بتقفل الباب وهم بيمشوا، والحارس بقى بيقول لهم خلينا قريبين من بعض علشان لو حصل اي حاجة. وبعد كده بقى بيختفي في الضباب، ومن وراهم بنشوف حد غريب بيتحرك. وبعد كده بقى بنرجع للقطر من تاني، وساعتها بقى المضيفة بتشوف بنت غريبة واقفة قدام الباب، فبتروح تفتح لها، ولكن قبل ما تعمل كده بتفتكر كلام باي والبقية وبتقرر ما تفتح لهاش. وبعد كده بقى بيشوفها واحد تخين من الركاب، وبيقول لها افتحي لها يا بنت المفترية، دي بنت غلبانة. فبتقول له ما ينفعش يا فندم، ومن فضلك ارجع للكرسي بتاعك بدل ما دفعك غرامة. فبيتعصب عليها وبيقول لها عادي هدفع لك اللي انت عايزاه بس دخليها. فبتقول له ما ينفعش. فالمعلم بقى بيضربها بالقلم، هو بيفتح للبنت اللي كانت بتعيط وبيقول لها ما تخافيش انا هحميكي. هتحميها؟ طب ابلع يا معلم يا ابو قلب طيب. هي البنت بتطلع وحش وبتشد الراجل وبتخلص عليه، تستاهل يا حنين. والمضيفة بقى بتشوف اللي حصل وبتحاول تقفل الباب لكنها ما بتلحقش، والبنت بقى بتمسكها باطرافها وبتسحبها لبره وبتكتم بقها علشان ما تلحقش تحذر اي حد من الركاب. بس البنت بقى بتطلع شجاعة وبتعافر على آخر جهد فيها لحد ما بتقفل الباب على الركاب. يا بنت اللعيبة. والمتحولة بقى بتحاول تفتح الباب من تاني ولكنها ما بتعرفش، وبعد كده بتاخد بعضها وبتمشي. وباي بقى واللي معاه بيلاقوا ان في صخور موجودة على قضبان الحديد، وهي دي بقى اللي منع القطر من الحركة، والرجالة بقى بتشيلها علشان توسع سكة للقطر. بس باي بيشك في حاجة وبيقول لهم انا رايح اتأكد وجاي بسرعة. وبعد كده بقى المعلم بيطلع فوق، وساعتها بقى بتتأكد كل شكوكه، المكان ده فيه وحوش متحورين، والآثار دي هي أكبر دليل على كده. ده شكل كده معركة الدكتور المجنون هتتكرر تاني. بس السؤال هنا، الخصم المرة دي ايه ظروفه بالظبط؟ نفس مستواه ولا أقوى؟ وبيكمل وبيقول أيا كان أنا لازم أحمي اللي موجودين وحافظ على حياتهم. وما بيلحقش يكمل كلامه وبيلاقي اللي بترن عليه وبتقول له عامل ايه يا برو؟ ده انا اتقطع نفسي على ما قدرت ارن عليك. المهم اسمعني وركز مع كلامي كويس. تعرف استنادا للاتصال اللي جالنا من رجال الشرطة اتأكدنا ان في وحش متحور وقوته اكبر بكتير من الدكتور جين. انا هبعت لك الاحداثيات بس حاول ما تشتبكش معاهم الا لما نوصل لحد عندك، واهم حاجة تحاول تخرج القطر من المنطقة الضبابية دي في اسرع وقت. فالواد قال لها حاضر وتمام. وبعد كده بقى بيروح ينفذ الكلام ده، فبيلاقي الرجالة شالوا الصخور وفضوا الطريق، وبيقول لهم انا جالي امر من احد المسؤولين ولازم نخلي المكان فورا. وكمان انا لما طلعت فوق لقيت اثار كارثيه لاحد المسوخ، يلا بسرعه لازم نرجع على القطر. بس تفتكر بقى ان هم هيلحقوا يرجعوا يا صديقي؟ ابدا والله. والظابط الامني بيصرخ لما بيشوف جثه زميله مقتول، والمعلم باي بقى لسه هيروح يشوف ايه اللي حصل، فبيلاقي اللي بتهجم عليه وبتضحك بعدها وشغل الاشرار اللي انت واخد بالك منه ده. وباي بقى بيقول للراجل خد بعضك واتكل من هنا، وبدون اي مقدمات خالص بتهاجمهم مايا. بس باي بقى بيتفادى الضربة، بس البت اللي معاه ما بتقدرش تفاديها وبتقع على الارض. والمعلم باي بقى بيتشغل بيها، فمايا بتغفلهم وبتلف حواليه شعرها وبتحاول تسحبه ليها، والواد بقى بيحاول يقاوم بأي طريقة، فبتضحك له باستفزاز وبتسحبه عليها يا صديقي. بس هو بقى بيهجم عليها وبالأرض بيسويها،
بس البت مايا مش سهلة وبتفوق من تاني يا صديقي، بس المرة دي بتهجم بقوة شيطانية على الواد هو اللي شكله كده مسرسر قبل ما يجي، وبيقول لها تعالي، وبينزل بقى فيها بوكسات شمال ويمين ومبدع ابن الكدابين. والبت بقى اللي على الأرض بتقول ازاي كل السرعة دي وفي المستوى الأول؟ بس أكيد هو بيخفي قوته الحقيقية. ما علينا. أخونا باي بقى كان زال المايه وبيديلها اللكمة الأخيرة وبيلمح كده مضيفة القطر اللي على ظهرها، وما تسألنيش ازاي كل ده وما كانش شايفها، لأن أنا ما أعرفش والله. فإيه بقى اللي حصل بعد كده؟ ويا ترى باي هيعمل إيه وهيتصرف ازاي؟ وكل ده بقى بيحصل مع باي وهو اساسا لسه ما وصلش المكان المهمه الرئيسيه اللي المنظمه قالت له عليها. فيا ترى بقى ايه اللي مستنيه هناك؟ ده بقى اللي هنعرفه في القسم اللي جاي ان شاء الله. فعلشان يوصلك اشعار بالجزء الجديد اشترك في القناه وارزع بقى اللايك الجميل للفيديو واستناني يا صديقي. بس الاهم اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وبس كده، هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الله.